السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لمن تمان 1907. ولو هنتكلم النهارده هنتكلم عن دور 16 في بطولة كأس العالم للأندية، واللي بتجمع عدد من الأندية طبعا اللي تأهلت من دور المجموعات. وخلينا نبدأ سريعا كده مع أول مباراة، وكانت قمة برازيلية ما بين نادي بالميراس البرازيلي أمام نادي بوتافوجو البرازيلي، واللي انتهت في النهاية طبعا بفوز فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 1-0، هدف نظيف حسم صعود الفريق على حساب مواطنه بوتافوجو بطل كوبا ليبرتادوريس عام 2024. وخليني كمان اقول لك انه المباراة الاخرى كانت امام نادي تشيلسي مع نادي بنفيكا، واللي شهدت توقف كبير جدا. قدر فيها نادي تشيلسي ان هو يحسم صعوده بنتيجة 4-1 على نادي بنفيكا، بالإضافة كمان إلى مباراة كانت فيها أريحية بعض الشيء لفريق نادي باريس سان جيرمان على انتر ميامي، واللي قدر من خلال شوط وحيد في المباراة نادي باريس سان جيرمان انه يسجل 4 أهداف ويحسم صعوده مبكرا لدور الثمانية. بالإضافة كمان إلى مباراة نادي بايرن ميونخ أمام نادي فلامينجو البرازيلي، واللي انتهت بنتيجة 4-2 لصالح الفريق البافاري، واللي قدر من خلالها انه يضرب موعد بالنسبة للفريق مع باريس سان جيرمان. طبعا مباراة نارية، بالإضافة كمان إلى المفاجآت في دور 16، وهي صعود نادي فلومينينسي البرازيلي على حساب نادي انتر ميلانو الإيطالي، واللي كان طرف طبعا في نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، واللي قدر نادي فلومينينسي انه يحسم صعوده على حسابه بنتيجة 2-0. بالاضافة كمان الى المفاجأة الابرز والاكبر على مستوى دور ال16 بالكامل، وهي صعود نادي الهلال السعودي، النادي العربي الوحيد في بطولة كأس العالم للأندية المستمرة حتى هذه اللحظة في المنافسة. وطبعا الصعود كان على حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3. وطبعا تأهل الهلال السعودي لربع النهائي. طبعا كده هيتبقى مباراتين من المفترض ان هم هيتلعبوا يوم 1/7 و2/7 خلال المباريات دور ال16، واللي هتجمع نادي يوفنتوس الإيطالي أمام نادي ريال مدريد في دور ال16، والصاعد منهم هيقابل الفائز من مباراة نادي بروسيا دورتموند الألماني أمام نادي مونتيري المكسيكي. خلينا نشوف آخر اللقاءات. كده معانا لقاء وحيد لم يتم تحديده في دور الثمانية علشان يكتمل النصاب القانوني لدور الثمانية، ونبدأ في منافسات دور جديد هتشهد منافسات نارية. طبعا بالميراس أمام تشيلسي، طبعا بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، الهلال السعودي فلومينينسي. خلينا نشوف مين الصاعد الأخير.